ده حامد المنياوي، وده اسم مستعار لان النيابه العامه امرت بعدم الافصاح عن اسمه الحقيقي او حتى صورته، ودي اقرب صوره لحامد لحد جلسه المحاكمه بتاعت حامد اللي هتكون 29/4/2026، يعني بعد حوالي 5 ايام من عرض الفيديو ده. قصه حامد بتبدأ من المنيا وبتنتهي في المنيا. الغريبة في قصة حامد إن المباحث وهي بتراجع الكاميرات اكتشفت إنه كان ماشي بيقزقز لب وفول سوداني. الحاجة التانية لما تم القبض على حامد كان بيتكلم بكل برود كأن مفيش حاجة حصلت. قصة حامد بدأت من المنيا في 2024 لما قرر ياخد عياله الخمسة ويروح يستقر في اسكندرية من باب السعي على لقمة العيش. خد فعلا عياله الخمسة وراح استقر في اسكندرية، وبالتحديد في منطقة الورديان عند أخته، لحد ما يلاقي سكن ويبدأ يعمل المشروع اللي هيبدأ يصرف منه على نفسه وعلى عياله. قعد فترة بسيطة عند أخته، وفي الفترة دي ابنه الصغير رحيم اللي عنده 6 سنين كان اتعلق بعمته، فكان أغلب الوقت قاعد مع عمته حتى بعد ما حامد لقى مكان ونقل فعلا فيه هو وعياله الأربعة الباقيين. المكان اللي لقاه حامد ما كانش عبارة عن سكن بس، كان عبارة عن سكن ومخزن للمشروع بتاعه. المشروع بتاعه كان عبارة عن تروسيكل عليه قدرة فول مدمس بيمشي يلف بيها ويبيع، وكان مسخر عياله الأربعة في خدمته وخدمة الشغل. حامد جه في بداية 2026 وقرر إنه ينهي حياة عياله، فجه في يوم الجريمة خلاهم كلهم نايمين واخدين الأمان، لأن هم طبعا عايشين مع والدهم دام أبوهم موجود فالمفروض إن هم في أمان. وخلاهم في عز النوم الساعة 3 تقريبا قبل الفجر. جاب أشرب البنت الكبيرة، دخل على بنت يلف الطرحة حوالين رقبتها ويشد جامد لحد ما نفسها يروح ويتأكد إن هي ماتت. عمل كده مع ال3 بنات، وبعدين قعد في الصالة ولع سيجارة عشان يريح، وبعدين قام دخل على ابنه عشان ينهي حياته بنفس الطريقة، وجاب شويلة وحط عياله في شويلة على بداية طلوع النهار، لأنه راجل بياع فول. الناس متعودة إنه بيجي بالتروسيكل الصبح يحمل بضاعة علشان يروح يبيعها في السوق. محدش شك ده لو كان حد شافه. فعلا يحمل الشويلة كلها على التروسيكل ويروح منطقة الملاحات ويرمي عياله في الملاحات. بعد 10 أيام في عامل من العمال اللي شغالين في الملاحات يشوف الشويلة دي وهي ظاهرة على وش المية عشان يبلغ الشرطة، فالشرطة تيجي تحقق تلاقيهم 3 بنات وولد عشان تبلغ الطب الشرعي، والطب الشرعي ياكد ان كلهم ماتوا بنفس الطريقه او طريقه الخنق. ومع التحريات مع تفريغ الكاميرات يكتشفوا ان ابوهم هو اللي ورا الجريمه. بس الغريبه زي ما قلنا في اول الفيديو ان ابوهم اولا ظاهر في الكاميرات ان مفيش حاجه حصلت او كانه ما عملش اي حاجه. الحاجه الثانيه لما تم القبض عليه في المنيا بدايه التحقيق كان اعترف بكل حاجه. مشكله انه كان بيعترف بكل برود، كان بيحكي الموضوع بكل برود كانه بيحكي قصه. ومن ضمن المفاجآت اللي حصلت في القضيه ان وهو بيعترف اعترف كمان على جريمه مراته اللي في 2023 كان بيحاول يدفنها وهي حيه. بيقول بسبب شكه في سلوكها، واخوه وقتها هو اللي انقذها وطلعها من الحفره علشان ما ييأس ويكمل. بعديها 2024 يعزم مراته على خروجه في النيل، وهو في النيل لوحده هو وهي، يزقها في الميه وتنزل تغرق وتموت، علشان بعدها ياخد عياله زي ما قلنا في الاول ويهرب على اسكندريه. 29/4/2026 النطق بالحكم ان شاء الله تبقى اعدام. السلام عليكم.